السلام عليكم من ملعب ابو سمرة ومهلبية الكرة المصرية، علشان نشوف امبارح من ثنائية عالمية من الانابيب ضد الزمالك، ويتحول رفيق كابو الى رفيق ميسي كريستيانو، ويتحول علي فوزي الى علي دي ماريا بارتو صاروخية لمحمد صبحي، علشان تنفجر الانابيب في وش الزمالك. وللامانه مش بس الانابيب اللي انفجرت في وش الزمالك، كمان احنا انفجرنا، بس انفجرنا من الضحك. اقول لكم على حاجه، مش احنا بس، كابتن احمد عبد المقصود سبقنا وضحك، وكان في ماتش بيراميدز مبسوط خالص بالتعادل، اللي انكر بعد كده وقال ان اللقطه دي كانت محفوظه ومتسجله من اول ماتش. ده يا كابتن هي كانت في وسط الماتش عادي، وكانت بالكاميرا العاديه، علشان فيريرا يقرر ان هو يعلى عليه في الضحك ويضحك، والزمالك مغلوب 1-0 من انبي. وكان في مشهد متخاذل من الجميع. ولو انت طالب في الثانويه وعديت على ماده التاريخ، اكيد هتعرف ان في اجابات محفوظه زي ضعف الدوله وفرض الضرائب. ده الحيله اللي بيستخدمها البروف فيرا، وكان عارف وعنده تمام الثقه ان لو الزمالك اتغلب هيقول حاجتين: يا اما سوء ارضيه الملعب او ارهاق اللعيبه، مع ان الزمالك كان بيلعب وكان قبليها مريح اسبوع كامل. والحل ده احنا نخلي الزمالك يلعب ماتش واحد في الموسم، ولو الزمالك كسب الخطه برضو موجوده بان هو يشير للتفكير ويكون هو المبدع وهو البروف وهو عالم الكره المصريه. ولو انت عزيز المواطن بتسال ايه البديل عن مسرح مصر، احب اقول لك ان الزمالك بيقدم ماده خام للضحك اكتر من كل ده. تعال معايا نشوف الاجبان وتابع تشتيت ابو الفتوح الغير مبرر بان هو بيلعب الكره عاليه خالص في نص الملعب علشان يكون الدفاع سرحان تماما، علشان رفيق كابو يحط نفق وكوبري عالمي في محمد صبحي. ولو انت معجب بالمقولة اللي بتقول ان اردت شيئا بشدة فاطلق سراحه، فوسط ميدان الزمالك قرر ان هو يعمل كده بالكورة ويطلق سراح الكورة على اساس انها ممكن ترجع له تاني. للأسف هي رجعت له تاني بس بعد الهدف التاني. وكأن ايفونا بعث من جديد علشان رفيق كابو باشا يقرر ان هو يكون وسط 3، وكان هيبقى هدف عالمي اللي للأسف سددها بره الملعب. ونشوف الزمالك وهو مشتت في الملعب، اللي كانت ممكن النتيجة تعلى خالص عن 2، بالرغم ان هو كان ليه ضربة جزاء مستحقة، لكن حتى لو كانت جت دي الزمالك مش هو الزمالك مبسوط بالأداء اللي هو بيقدمه ده، وهو في وسط الجدول. هو ده الحال وهي دي الخطة بما هو عليها، علشان الكل يطلع من الماتش والكل فرحان ومبسوط. انبي مبسوط بال3 نقط، وكمان فييرا مبسوط بالمرتب، وهو حاطط في دماغه ان هو معاه 2 دوري وكاس. وعلشان الزمالك يطلع، جماهير الزمالك تطلع فرحانة هي كمان، بس مش بالنتيجة ولا بنتيجة ماتش الترجي، تطلع مبسوطة بخماسية الصن داونز في الاهلي، ويطلع الكل مبسوط وسط دفاع مهلهل مشتت، كل واحد بيلعب بفردية عالمية وسط ميدان للزمالك عمره ما حضر. من دونجا للسيسي يا قلبي لا تحزن. كان معكم أبو سمرة ومهلبية الكرة المصرية. شكرا.